هل التغافل ضعف ولا ذكاء؟ مبدئيا كده نظريه التغافل هو انك تبقى فاهم اللي قدامك هو عايز ايه او يقصد ايه او عايز يوصل لك ايه او هو جواه ايه، بس انت بتختار انك تسكت مش علشان خاطر انت مش واخد بالك. هنا انت بتسكت عشان خاطر راحه بالك. من اكبر النعم والحاجات اللي انت ممكن تحس بيها نتيجه التغافل هي راحه البال. طبعا انتوا عارفين ان راحه البال محدش يقدر يشتريها بكنوز الدنيا دي كلها. في ناس معاها مليارات ومع ذلك هي بالها مش مرتاح. من الحاجات المهمه برضو اللي انا عايز اوضحها لك هو الفرق ما بين التغافل والتنازل، لان هنا في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. التغافل هو بكل بساطه هو ان انا اعدي موقف، التنازل هو ان انا اقبل اهانه. يبقى خلاص عرفنا التغافل هو ان انا اعدي موقف، التنازل هو ان انا اقبل اهانه. الاثنين ضد بعض، فمفيش حد يجي يدمج ما بين الاثنين او يفكر ان الاثنين واحد. هو تغافل يعني تنازل، لا، ده حاجه وده حاجه. من الحاجات المهمه برضه اللي ممكن تيجي في دماغك امتى نستخدم التغافل مع الناس اللي ملهاش لازمه، او في النقاشات اللي ملهاش لازمه، او مع اشخاص او علاقات هي بتحب ان هي تستفزك او تستنزف طاقتك، اللي هي العلاقات التوكسيك. وضروري جدا ضروري جدا 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 انك تستخدم التغافل في العلاقات مش علشان تنهار. لو انت فاكر ان انت بتتغافل في العلاقه فانت بتتغافل عشان تكمل، مش بتتغافل عشان خاطر العلاقه تنهار. دي من ضمن الفوائد اللي انا خدت بالي منها برضو مؤخرا في حياتي وفي علاقاتي، هو ان انا على قد ما بقيت اتغافل على قد ما انا بقيت اجتماعي اكتر وعندي علاقات اكتر. علاقاتي ما بقتش ان هي تنهار بسهوله.